السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عملت الفيديو ده علشان أجمع فيه جميع الأصوات المصرية في الأذان وفي القرآن، وجميع الأصوات الخارجية في الأذان والقرآن. فتخيلت إن كلهم واقفين في الحرم، فالشيخ علي الملا مؤذن الحرم الأساسي دخل علشان يأذن. الله ده الشيخ علي الملا. فدخل بعديه مثلا مؤذن تاني من المصريين، الله اكبر الله اكبر، ده مؤذنين المدينه. فدخل بقى مؤذن مصري حلو كده مثلا من الشيخ من مشايخ القدام، فيأذن بقى مقام الحجاز، الله اكبر دخل مؤذن تاني من المؤذنين المشيخ مشاهي مثلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المهم كلهم أذنوا وخلصوا الصلاة. فطبعا في المشايخ الكبار هيقفوا امام دلوقتي، ففي الشيخ الدوسري المفروض انه هيقف امام، والمساعد الحرم واقف جنبه. استقيموا رحمكم الله، تساووا الصفوف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، حاذوا بين المناكب يرحمكم الله. الله أكبر، المساعد بتاعه الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ده الدوسري. فدخل المعد اللي بعده، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ سديسي أسيادهم كلهم هناك طبعا رئيس الحرمين. فدخل بشير استقيموا وارحموا الله، تساووا الصف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ده الشيخ السديس. فالمهم ما يكونش الشيخ الخطابي بقى، المفروض انه مش امام حرم، بس انا نفسي يكون امام الحرم هناك. الله اكبر الله اكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دخل احنا كده خلصنا المفروض الناس اللي هم الخليجيين، فخشوا المصريين بقى. فدخل عبد الباسط على الصمد، الله اكبر الله اكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. هو طبعا مش هيقف كده في الإمام، بس عشان مش عارف ألف في الترتيب. فدخل المفروض انه دخل بعديه الحوصله دي، الحمد لله
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. المهم ما خلصوا الصلاة ودخل بقى تكبيرات الحرم. المكبر بتاع الحرم هناك الشيخ علي المولى برضه في العيد، الله